وفي الختام مشاهدينا أسدل الستار بمسرح عفيفي بالجديدة على فعاليات الدورة الثانية لرمضانيات المديح والسماع التي نظمتها مؤسسة شعيب صديق الدكالي تحت شعار الاحتفاء بالموروث الروحي والوطني للمملكة. باقي التفاصيل في التقرير التالي. بمسرح عفيف بمدينة الجديدة أسدل الستار على فعاليات الدورة الثانية لرمضانيات المديح والسماع، تظاهرة روحية شكلت مناسبة لتعزيز قيم التسامح والصفاء التي يكرسها فن السماع الصوفي وإبراز الدور المحوري لهذا الفن في صياغة الهوية الروحية المغربية. هذا فنون يحيى الآن ولله الحمد بشيوخه وأساتذته وممارسيه، لأنه من الفنون التي ترقب الأرواح والتي تهذب العقول والتي نحن في زماننا هذا في حاجة إليها. فن السماع الذي تمتلك فيه مدينة الجديدة بصمة تاريخية راسخة يعد من الفنون التي ترقى بالأرواح والعقول، وهذه النسخة هي دعوة مفتوحة للساكنة للمصالحة مع هذا الموروث الأصيل والنهل من معينه الفني والروحي. هذا كله لتقريب هذا الفن العريق من المغاربة وحفاظا كذلك على أمنهم الروحي. وقد تخلل الأمسية الختامية شق معرفي تمثل في مداخلة علمية للأستاذ نور الدين الصوفي المتخصص في التاريخ الأندلسي، تناول فيها الجذور التاريخية والجمالية لفن المديح والسماع بالمغرب. وبذلك مشاهدينا نكون قد وصلنا لختام هذه النشرة، نشكر لكم طيب متابعة في أمان الله.